السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منى التهامي من قناة أنا وعيلتي. ازيكم؟ أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا وأتمنى إنكم كلكم تكونوا بخير. شكرا على كل التعليقات اللي بتوصل لنا، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم بإذن الله. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة لذيذة ومغذية، هي المحشي. المحشي طبعا أنواعه كتيرة جدا. إحنا هنشوف مع بعض النهارده بسرعة المقادير والطريقة علشان هو بياخد وقت معانا. النهارده إن شاء الله هنعمل محشي الباذنجان والكوسه والفلفل. هنا انا هقول لكم المقادير اللي قدامنا دي، بس احنا طبعا مضاعفينها علشان انا وعيلتي طبعا ما شاء الله العدد كبير. فاللي احنا قدامنا دلوقتي ده كيلو ونص باذنجان، وطبعا زي ما احنا شايفين 3 الوان، الابيض والاسود، وده اللي بيسموه خد الجميل، مش عارفه ليه التسميه دي، المهم ان هو يبقى طعمه حلو جدا، بيبقى عامل زي الزبده. فعندنا الخد الجميل وعندنا الاسود وعندنا الابيض، معانا كمان نص كيلو كوسه ونص كيلو فلفل رومي. دي كده المقادير دي هقول لكم ايه هي اللي بيحتاجها. يعني كده كيلو ونص باذنجان، نص كوسه، نص فلفل. بنعمل لهم ايه دول؟ بنعمل لهم بصلتين زي ما احنا شايفين كده، كميه البصلتين دول، وبعدين بناخد لهم نص كميه الخضره دول كده حوالي 9 حزم خضره. احنا ممكن ناخد يعني 4 أو 5 زي ما انت عايزه، لان في ناس بتحب الخضره كتير وناس بتحبها قليله. احنا بنحب الخضره كتيره في الاكل. الكميه دي بتحتاج حوالي كيلو ونص طماطم مع معلقه صلصه، وطبعا التوابل بتاعتنا اللي احنا عارفينها لاي محشي هي عباره عن ملح وفلفل وكمون وكزبره وبهارات. يا جماعه الكميه دي طبعا بتقولوا صغيره، الكميه دي انا بستخدمها على النار مع البصل والطماطم، وبعدين لما باجي احشي بحط نفس المقادير دي تاني قبل ما بحشي على طول، يعني في الخلطه كمان عشان تدي طعم لذيذ والبهارات يبقى طعمها باين. بناخد كوبايه زيت كبيره علشان نحمر فيها البصل. لو انت حابه تحطي معاها حته زبده، حته ليا، دي حريه شخصيه، بس احنا بنحبه بالزيت بس. مع الكميه دي من الباذنجان. بصوا يا جماعه، المحشي لو انا مثلا عامله 4 كيلو بنحط 2 كيلو رز، يعني بنحط نص الكميه رز. اوكي كده، لان احنا عارفين احنا مش بنملى صوابع المحشي للاخر عشان بنسيب مساحه للمحشي يعرف الرز يستوي براحته وما يبقاش نايم. يبقى دي هي المقادير بتاعتنا. احنا بنقول بقى بنضاعفها، يعني كل ما تضاعفي الكميه هتضاعفي المقادير. هندخل دلوقتي على النار عشان نشوف هنعمل ايه، وبعدين هنحمر البصل ونشوف ايه. هنفرم البصل الاول ونحمره ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. دلوقتي رجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا الصلصه واتسبكت على النار، بس مش بنخليها تتسبك تسبيك كامل، احنا بس يا دوب الميه تتبخر خلاص. وبعدين هنبتدي بقى نضيف عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، هنضيف عليها الخضره. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص نقلب بقى كويس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده هنبتدي بقى نحط التوابل اللي احنا قلت لكم ان احنا بنحط توابل زيها بالظبط بعد ما بنخلص التسبيكه. بنحط بقى دلوقتي كده التوابل علشان احس بريحتها وبطعمها في الاكل. خلاص بنقلب كده كويس علشان الخضره كلها تبقى ممتزجه مع الصلصه اهو. وبعد كده هنبتدي نضيف الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة يا جماعة لو طلع رز مني مثلا كتير كده شوية أو حاسة إن الصلصة تبقى فاتحة مفيش مشكلة خالص، إن أنا أزود معلقتين صلصة طماطم عشان أعدل بس اللون وأخلي اللون يحمر، بيبقى أحسن لما يبقى لونه فاتح. او ان انا لما باجي اسقي بالميه او الشوربه سواء ايا كان السائل اللي هتسقي بيه. يعني في ناس بتسقي المحشي ده شوربه لحمه او شوربه فراخ او حتى المرق بتاع الدجاج اللي هو الفوري ده. في ناس بتحط ميه، دي حريه شخصيه. ممكن معاها برضو تحطي معلقه صلصه علشان تديكي نتيجه كويسه. وده كده احنا خلصنا الخلطه بتاعتنا كده جاهزه للحشو. انا هحط كمان معلقه صلصه كده عشان اللون ده برضو انا مش راضيه عنه، انا عايزاها تبقى اغمق شويه، فهحط معلقه صلصه. حطينا كده اهي معلقه صلصه، لان احنا عارفين يا جماعه ان ساعات الطماطم نفسها ما بتبقاش حمراء قوي، يعني ممكن تبقي حاطه 2 كيلو طماطم، 3 كيلو طماطم عصير، وفي الاخر برضو بتلاقي النتيجه انه لون الصلصه فاتح. فبالتالي بنحط اللي هو معجون الطماطم علشان بس يبقى اللون حلو. وكده الحمد لله خلاص اهو.
هنبتدي بقى ان شاء الله نحشي مع بعض كده. خلاص اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي احشي معاكم كده كام صباع، وبعدين احنا ان شاء الله نكمل الباقي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معلش عشان هو طبعا الخلطه سخنه جدا اهو. هنحشي برضو، بس قلنا احنا هنيجي على قبل الاخر بشويه كده، يعني قيمه مثلا نص الصباع كده احطه علشان ادي فرصه للرز ان هو يستوي براحته، ما يبقاش ني، وكمان ما يبقاش معجن جوه الصباع اهو. اهو كده يا دوب، وبرده امسح الصباع كده بحيث ما يبقاش الصباع فيه عليه رز من بره ولا حاجه اهو. ناخد ايه مثلا كوسايه، معلش طبعا يا جماعه هو طبعا المحشي بهدله بقى، معلش يعني ايه، عفوا على المنظر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تحطوا الفلفل اللي هو الرومي ده ان شاء الله مع البصل زي ما وريتكم كده، ان شاء الله هتبقى النتيجه حلوه قوي، هيبقى الطعم ما شاء الله زي الفل، وتاكلوه بالف هنا وشفا اهو. نمسح الصباع كده كويس عشان ما يبقاش عليه رز او اي حاجه من بره اهو. وهناخد كمان فلفلايه برضو ما نكترش علشان ادي مساحه اهو اهو، عشان برضو لما يستوي ما ينطرش الرز بره يبقى شكله مش حلو. ناخد واحده بقى من اللي انا بحبه جدا اللي بيقولوا عليه خد الجميل ده، كان نفسي والله تكونوا معانا واكلكم محشي من عينيا. لو جربتوه بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله هتلاقيها مدياكي نتيجه هايله وطعم رائع ان شاء الله، والف هنا وشفا اهو. هنكمل بقى الكميه كلها عشان ما نطولش عليكم الفيديو ان شاء الله، ونرصه في الحله وبعدين اقول لكم ازاي بنسويه. دي بقى يا جماعه كده الشوربه بتاعتنا غليت، هنبتدي نسقي المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف بقى دلوقتي كده. بصوا يا جماعه مش بنغطي المحشي في الحاله دي لان هو الخضار بينزل ميته علشان ميبقاش معجن، فاحنا مش بنملى الحله ميه اوكي او شوربه يعني كده. بقى هنغطي عليها، وبرده اول ما هتغلي ان شاء الله هنبتدي نوطي عليها النار خالص خالص لغايه ما تستوي براحتها، ونشوف بقى معاكم ان شاء الله طريقه التقديم. يا جماعه شكل الطبق النهائي للمحشي بتاعنا النهارده، كان نفسي تكونوا معايا علشان تدوقوا منه. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، وان شاء الله تنورونا برده بالاشتراك في القناه علشان تكبر عائلتنا بيكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.